جي بارليفو فرونسي تري بيان. ليه الجزائريين تحديدا بضلهم يحكوا فرنسي؟ في ناس تقول لك بسبب الاستعمار. طب ما كنا مستعمرين، ما حدش تغيرت لهجته. اللي بفكر ان هم تغيرت لهجتهم بكيفهم، او لانهم شعب ضحى بلغته بسهوله، او ممكن يخطر بباله اي فكره سيئه. بس فعليا قصتهم كتير سيئه، مش نيتهم اللي سيئه عفوا. تعالوا نشوف اذا الناس بتعرف ليه الجزائريين تحديدا تغيرت لهجتهم للفرنسي لهي الدرجه، دونا عن كل العرب اللي استعمروا قبل هيك. الجزائرية تحديدا شعب الجزائر لما يجوا يحكوا هيك تلاقي في كثير فرنسي بكلامهم صح، لانهم اللغة الفرنسية لانهم كثير قراب على فرنسا. هي لانه اساسا الجزائر كانت تحت الاستعمار الفرنسي. الجزائريين عمرك سمعتهم وهم بيحكوا؟ كيف لهجتهم؟ هي فيها شوية فرنسي، أنا بصراحة كثير بحبها. وفي شاب صاحبي بالجامعة يعني عم بحاول يعلمني اللهجة الجزائرية. اوف، طب تعلمت؟ بصراحة لا. طيب فكرك ليه الجزائريين تحديدا اللي لهجتهم داخل فيها كثير الفرنسية؟ من الاستعمار، ممكن عشان انه استعمروهم فترة طويلة ما قدروا يقوموهم، مش زي باقي. لا، ما هاي مصر احتلوها البريطانيين 100 سنة والانجليش عندهم زي الفل. What's the meaning? What's the meaning؟ طيب على سيرة what's the meaning، انت حكيت انجليزي. الجزائريين شو بيحكوا؟ بيقولوا بزاف. بس لهجتهم ايش فيها؟ امازيغي، غيره بربري. انت جبت كل اللهجات، جبت اللهجات اللي من الصحراء الا اللهجة المين المهمة العربية الأصل. ايوه بس متأثر بشو؟ بالفرنسي. ايوه مظبوط. يا عيني عليك سيدي. حبيبي. ليه؟ لأنه استعمار قعد مدة طويلة والشعب تأقلم مع الاستعمار. ما اختلفناش، بس ما كل العرب استعمر. لا، الفرنسيين لهم لكوة يعني الفرنسيين متعصبين في لهجتهم. وسوريا احتلت فترة طويلة. لا بس برضه اللغة البديلة، اللغة في مدارسهم في لبنان وسوريا فرنسية. لغة بديلة بس ما دخلت في لغة بديلة بس ما دخلت في لهجتهم زي الجزائر. الجزائر وتونس المغرب هدول يعني بدك تعتبرهم مستعمرة ذو طويلة الأمد. ما بعرف، ممكن إنه الشعب الجزائري أخذ ثقافة الفرنسيين، يعني استفاد منهم فترة الاحتلال، استفاد من اللغة. سيئة كثير الجملة، استفاد بفترة الاحتلال، استفاد كلغة. احنا يعني مثلا هذول يعني كيف خلص تخالطوا مع بعض وصاروا ياخذوا اللهجة والقصص هاي. لا، هي بلد مستحليتها فرنسا من 25 سنة 30 سنة أكثر، بس ماشي أكثر، وبحاولوا انهم يلغوا اللغه العربيه والكل هسه بيحكي فرنسي عندهم. قربت. ايش اللي معك في الكيس؟ علم الجزائر. طب ورجيني. معي اثنين على فكره مش واحد. طلع. ليه مشتري علم الجزائر؟ ايش؟ ليه حامل علم الجزائر؟ اشتريت. افرض ورجيني، افرض. ليه؟ طب ليه اشتريته؟ لأن بحب الجزائر. جزائري بس بالاذن. يعني انا معي العلم. شو ليه عملت هذا؟ انا يا محاسن الصدف، علم الجزائر وشخص جزائري بالمقابله. الجزائر انا نبغى الجزائر بزاف. مش فاهم ولا حاجه. بعد كم من يوم 8/5 تحديدا ذكرى حادثه صارت خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر، وهاي الحادثة حولت اللغة الجزائرية 180 درجة. حادثة 8 ماي 45. ايش هي؟ مجازر. لا، قبل المجازر بشوي. حادثة المروحة. لا، هاي قبل 130 سنة. المروحة هي اللي تسببت في الاحتلال. هسهل السؤال شوي. ب8/5 صارت حادثة من قبل المحتل الفرنسي أثر على اللغة الجزائرية. هلا بالجزائر لهجتكم شوي ميالة للفرنسية. ليه؟ يعني بنحكي فرنسي. ليه؟ مستعمرة فرنسية الجزائر. ما كنا مستعمرات، بس ليه الجزائر أكثر وحدة تأثرت؟ المدة الزمنية تغيير اللغة في المساجد ويعني الكنائس ونزعوا يعني أيوة عليك. أيوة. هلا اللي صار إنه ب8/5 الاحتلال الفرنسي للجزائر ما كان بيشبه أي احتلال، فالجزائر كانت من أقوى الدول العربية واحتلالها أرهق الفرنسيين، وبسبب هاي المقاومة المستمرة بدأ الاستعمار الفرنسي أيامها يأخذ إجراءات قصوى في محاولة لطمس الهوية الجزائرية.
وفي 8/5/1936 أعلنت الإدارة الفرنسية عن قانون حظر استخدام وتعليم اللغة العربية. أما المدارس الإسلامية والعربية فخضعت للتوجيه الحكومي، ومع الحراك السياسي والمقاومة قررت فرنسا تستأصل اللغة العربية تماما عن طريق قانون المنع والحظر. أصدر رئيس وزراء فرنسا كاميي شوتون قانون حظر استخدام اللغة العربية واعتبرها لغة أجنبية، ومنع المدارس العربية من مزاولة نشاطها إلا برخصة، وطبعا الرخصة عمرها ما طلعت. طبعا هاي القوانين تحويل لغة الإدارة والحكم واللغة الرسمية للغة الفرنسية أثرت في المجتمع الجزائري إلى حد ما، لكن الشعب الجزائري قاوم وما سمحوا للاستعمار يأثر في هويتهم. حاولوا يقاوموا هذا الشيء، حاولوا يعني بقدر الإمكان، لكن يعني حب الجزائريين للغة العربية وللتمسك بالدين الإسلامي هي عززت عندهم اللغة والأصالة والهوية الوطنية. هم كانوا بيحاولوا يلغوا اللغة العربية لأنه الجزائر كانت من أقوى الدول العربية لما احتلوها، فكانوا قاعدين بيحاولوا وأسطولها. يعني فرض احنا كشعب أردني وصلتنا الفكرة إنه الشعب الجزائري يعني كان ماخذها كثقافة، لا عشان الاحتلال مثلا. بالعكس هم قاوموا الاحتلال عاد ما يقدروا، دافعوا عن لغتهم عاد ما يقدروا، بس ما طلع بيد. يعني كان متعرض للاحتلال البريطاني يعني، وما تحولناش لانجليزي، يعني ضعيف باللغه الانجليزيه يعني بشكل عام بنعاني منها. بالضبط معك، فرض يعني للغه الانجليزيه. يا عيني عليك. يمكن مش الكل المفروض انه يعرف انه كان في قرار بمنع اللغه العربيه بشكل رسمي من الجزائر، عشان نعرف انه الجزائر صارت بهاي اللهجه. لكن كان مبشر جدا انه الناس كثير عرفت انه الجزائر تاثرت فعليا لانها احتلت لمده طويله، تاثرت فعليا لانه كان في اختلاط كثير، كان في محاولات لمسح الهويه. ويمكن كنت كثير سعيد لما تعرفت على ناس من الجزائر، فعلا بلد 1.5 مليون شهيد، اللي بنوجه لهم كل التحيه والاحترام، لانه هاي البلد قد ما عانت من احتلال شكله مختلف عن انواع الاحتلال الثانيه بالعاده، قدرت في الاخر تحافظ على هويتها. بنشوفكم بتحكي شو بس الجاي. فضلا وليس أمرا، اشترك بالقناة ولا تنسى الإعجاب بالفيديو. شكرا. لايف دي زاد.